علاش مازال ما تزوجتيش؟ في العيد؟ في العرس؟ في الخطوبة؟ في رمضان؟ في الزيارة؟ ولا غير في شي لما وسط العائلة؟ كاين سؤال كيتقال بزاف، علاش مازال ما تزوجتيش؟ ولا فين وصلتي في الزواج؟ اللي قالها يمكن ما قاصدش يجرح، يمكن غير باغي يفتح الهضرة، يمكن تعود يسمع هاد السؤال، ويمكن حتى قالها بنية زوينة، ولكن اللي قدامه يمكن يكون عيا من هذا الموضوع، يمكن سمع نفس السؤال مرات كتيرة، يمكن باغي يتزوج ولكن الظروف ما سهلاش، يمكن ما لقى حتى جواب يقوله، ويمكن ما باغيش يشرح حياته قدام الناس كاملين. السؤال اللي كيبان خفيف عندك يقدر يكون ثقيل على واحد آخر. ماشي كل حاجة خاصها تقال وسط الجلسة. إلا بغيتي تسول على شي واحد سول عليه هو، كي داير، لاباس عليك، فرحت ملي شفتك. هاد الكلمات كافيين، حيت لما ماشي وقت نحاصروا الناس بأسئلة خاصة. لما خاصها تخلي الواحد يحس براسو بين ناسو، ماشي جالس وسط التحقيق. واش مازال ما لقيتيش خدمة؟ هاد السؤال كيبان عادي. واش مازال ما لقيتيش خدمة؟ ولكن على واحد باقي كيقلب يقدر يضربو من الداخل، حيت انت ما عارفش شنو داز من قبل. يمكن صيفط بزاف ديال الطلبات، يمكن داز من مقابلات وما تقبلش، يمكن خدام في شي حاجة مؤقتة وما باغيش يشرح، يمكن كيقلب ولكن ما لاقيش منين يشد، ويمكن غير عيا من الناس اللي كيسولوه نفس السؤال. والمشكل ملي كيتقال قدام العائلة كاملة، الشخص كيولي خاصو يجاوب، يشرح، يضحك، يدوزها، وهو من الداخل حس براسو محرج. ماشي عيب نسولو على بعضياتنا، ولكن الطريقة كتفرق. بدل واش مازال ما لقيتيش خدمة، تقدر تقول الله يسهل عليك، ان شاء الله تجيك فرصة زوينة، الا احتاجيتي شي حاجة انا موجود. كاين فرق بين سؤال كيحصر وبين كلمة كتخفف. وسط العائلة ماشي ضروري نعرفو كل التفاصيل، مرات غير كلمة زوينة كتكون كافية. راك رقيق بزاف ولا راك غليظ بزاف؟ الجسم ديال الناس ماشي موضوع مفتوح في كل لمة. راك رقيق بزاف، راك غليظ بزاف، وليتي رقيق، وليتي غليظ، مالك وليتي صفر، راك دبالتي، بان عليك العيا، وجهك تبدل، راك ما بقيتيش بحال قبل. هاد الكلمات كتخرج بسرعة، ولكن اللي كيسمعها يقدر يبقى دايرها في بالو حتى من بعد ما تسالي الجلسة، حيت انت ما عارفش شنو ورا التغيير. يمكن يكون مرض، يمكن يكون ضغط، يمكن يكون دواء، يمكن يكون قلة نعاس، يمكن يكون داز من مرحلة صعيبة، ويمكن يكون أصلا كيعاني مع الشكل ديالو. تعليق صغير على الجسم يقدر يرجع واحد الحاجة كان كيدير مجهود باش ينساها. ماشي كل ملاحظة خاصها تولي هضرة. إلا بان لك شي واحد تبدل ماشي ضروري تعلنها قدام الناس، وإلا كنتي قريب منه بزاف سول عليه بينك وبينه وبطريقة خفيفة. راك بخير، بان عليك العيا شوية، مش كل شي مزيان. أما وسط العائلة خليه يحس بالأمان، ماشي دخل الفحص قدام الجميع. ولد فلان دار وانت باقي. المقارنة كتجرح حتى ملي كتجي على شكل نصيحة. ولد فلان شرا دار، بنت فلان خدامة، شوف خوك فين وصل، شوف بنت خالتك شنو دارت، وانت باقي. يمكن اللي قالها باغي يحفز، ولكن المقارنة غالبا ما كتحفزش، كتصغر الإنسان، كتخليه يحس أن الطريق ديالو ما عنده حتى قيمة، وأن أي مجهود دارو ناقص، غير حيت ما كيشبهش مجهود شي واحد آخر. كل واحد وظروفه،
كل واحد وتوقيته، كل واحد والحرب اللي كيدوز منها وما كيبينهاش. ماشي حيت شخص سبق في حاجة يعني الآخر فاشل، وماشي حيت واحد تأخر يعني ما غاديش يوصل. إلا بغيتي تشجع شي واحد شجعو بلا ما تحطو جنب شي واحد آخر، قول ليه الله يوفقك، راك قادر، غير زيد بشوية، المهم ما توقفش. الكلمة اللي كتقوي أحسن من مقارنة كتخلي الإنسان يكره حتى الطريق ديالو. ولادك ما مربيينش، من أقصى الجمل اللي كتقال وسط العائلة. ولادك ما مربيينش كتخرج في ثانية، ولكن كتضرب الوالدين وكتضرب حتى الصغار. الولد الصغير يمكن يكون مقلق، البنت الصغيرة يمكن تكون عيانة، واحد فيهم يمكن يكون خايف من الزحام، واحد يمكن يكون فرحان بزاف، واحد يمكن ما متعودش على الناس بزاف، ويمكن غير صغير ومازال كيتعلم. والأم ولا الأب اللي سمعوها يمكن يكونوا أصلا عيانين، كيحاولوا يربيو، كيحاولوا يصبروا، كيحاولوا يدوزوا النهار بلا مشاكل. ثم كتجي جملة واحدة قدام الناس وتخليهم يحسوا براسهم فاشلين. إلا ولد صغير دار شي تصرف غلط نقدروا نصحوه بهدوء، بلا فضيحة، بلا إهانة، بلا ما نحولوا التربية المحاكمة وسط الجلسة. الصغار كيتعلموا من الطريقة اللي كنصحوا ليهم بها، والعائلة خصها تعاون ماشي تزيد النار. كلمة فيها رحمة تقدر تصلح أكثر من كلمة فيها حكم. علاش ما درتوش بحال الناس؟ هاد الجملة كتدخل بزاف في المناسبات. علاش ما درتوش بحال الناس؟ علاش ما شريتوش؟ علاش ما حضرتوش؟ علاش ما كبرتوهاش؟ علاش ما كاينش كلشي واجد؟ وكأن كل بيت خصو يعيش بنفس الطريقة. ولكن ما كاينش بيت بحال بيت، كاين اللي عنده القدرة وكاين اللي مضغوط، كاين اللي اختار البساطة وكاين اللي عنده ظروف ما بيناش. ماشي ضروري كل عائلة دير نفس الشكل باش تكون فرحانة، وماشي ضروري كل مناسبة تكون كبيرة باش يكون عندها معنى. بزاف ديال الناس كيتعبوا ماشي بسبب المناسبة، ولكن بسبب شنو غادي يقولوا الناس. وهاد الجملة كتزيد عليهم الضغط. إلا شي عائلة دارت اللي قدرت عليه بارك عليها، ما تقيش فرحتهم بمقياس الناس، حيت البركة ماشي ديما في الكثرة. مرات البركة كتكون في جلسة بسيطة وقلوب مرتاحة. كبرتي وباقي ما درتي والو. هاد الجملة تقدر تبان نصيحة، ولكن وقعها صعيب. كبرتي وباقي ما درتي والو، شنو معناها؟ يعني كل اللي داز من حياته ما كيتحسبش؟ يعني التعب ما باينش؟ يعني المحاولات ما عندهاش قيمة؟ يعني الإنسان كيولي ناقص غير حيت ما وصلش للصورة اللي الناس باغين يشوفوها؟ الناس ما كيكبروش بنفس السرعة. كاين اللي طريقه واضحة من الأول، وكاين اللي كيتأخر باش يفهم راسو. كاين اللي كيبني بصمت، وكاين اللي كيتطاوح ويرجع يوقف. ماشي كل إنجاز كيبان للناس، وماشي كل واحد ما بانش نجاحه راه ما دار والو. يمكن دار مجهود كبير غير باش يبقى واقف، يمكن خرج من مرحلة صعيبة بلا ما يهضر، يمكن بدا من جديد، يمكن نقص من حاجة كانت كتضرو، يمكن غير باقي كيقلب على الطريق ديالو.
ما نحكموش على الحياة كاملة من الخارج. إلا ما عندناش كلمة كتقوي، على الأقل ما نقولوش كلمة كتزيد تهدم. إلا وصلتي لهنا وحسيتي أن شي كلمة من هاد الكلمات كتقال فعلا وسط العائلة، خلي لايك، ماشي مجاملة. اللايك كيقول اليوتيوب أن هاد النوع ديال الكلام خاصو يوصل للناس كتر، خصوصا قبل المناسبات واللمات، حيت بزاف ديال العائلات ما محتاجاش غير مشاكل أقل، محتاجة كلام أحن وأسئلة أخف واحترام كتر. والاشتراك خليه إلا حسيتي أن القناة كتقول حوايج عايشينها كل نهار، ولكن نادرا كنوقفوا عندها. نكملوا. فين الفلوس؟ فين المشروع؟ كاين أسئلة كتدخل مباشرة في الجيب. وفي الحياة الخاصة، فين الفلوس؟ فين المشروع؟ شنو درتي في حياتك؟ علاش مازال ما بديتيش شي حاجة؟ اللي كيسول يمكن غير باغي يعرف الأخبار، ولكن الطريقة تقدر تحرج بزاف، حيت الفلوس موضوع كيدير الحشمة عند بزاف ديال الناس. كاين اللي خسر، كاين اللي بدا وفشل، كاين اللي عليه الديون، كاين اللي كيدير مجهود كبير باش يبان عادي، كاين اللي عنده مشروع واقف. علاش ما كتجيش بزاف قدام الناس؟ هاد السؤال كيبان عادي. علاش ما كتجيش بزاف؟ نسيتي العائلة؟ وليتي كبير علينا؟ ويضحكوا. ولكن اللي كيسمعها يمكن يكون عنده أسباب ما باغيش يقولها، يمكن بعيد، يمكن مضغوط، يمكن عنده مشاكل، يمكن ما مرتاحش في بعض الجلسات، يمكن كل مرة كيجي كيسمع كلام كيجرحه، ويمكن غير كيدوز مرحلة صعيبة ومحتاج شوية ديال المسافة. ماشي كل غياب معناه تكبر، وماشي كل واحد ما كيجيش بزاف راه نسى الناس. بعض الناس كيبعدوا باش يحافظوا على راسهم. إلا بغيتي تقرب شي واحد ما تحرجوش قدام الجميع، قول لي بهدوء توحشناك، فرحنا ملي جيتي، ان شاء الله نشوفوك بخير ديما. هاد الكلام كيحل الباب، اما العتاب قدام الناس كيخلي الشخص يسد الباب كتر. فلان تبدل علينا، جمله كتقال بزاف ولكن كظلم بزاف، حيت مرات الانسان ما تبدلش تكبرا، تبدل حيت عيا، تبدل حيت فهم الحدود ديالو. مالك حشومي قدام الناس؟ في اللمات كاين ولد صغير ولا بنت صغيرة كيبان عليهم الحشمة، ما كيبغيوش يسلموا على الناس كاملين، ما كيهضروش بزاف، كيخافوا من الزحام، ولا كيبقاو لاصقين في الأم ولا في الأب. ومن بعد كيبدا الكلام. مالك حشومي؟ سير سلم، كبرتي ومازال كتخاف؟ شوفوا عليه، ما تكونش بحال البنات، ما تكونيش مدوخة. بالنسبة للكبار غير ضحك، ولكن للصغير راه إحراج قدام الناس. هو ما كيعرفش يشرح شنو حاس، غير كيشوف العيون كاملة عليه، وكل ما ضحكنا عليه كيحشم كتر. نهار قلتي ونهار درتي، كاين جلسات كتكون مزيانة، ضحك، قهوة، سلام، الناس مجموعين بخير، ثم واحد يفتح مشكل قديم. نهار قلتي، نهار درتي، نتوما ديما، أنا ما نسيتش، وفجأة الجو كامل كيتبدل. العائلة ماشي محكمة، واللمة ماشي وقت تصفية الحسابات. صحيح المشاكل خاصها تحل، ولكن ماشي وسط الناس، وماشي قدام الصغار، وماشي في الوقت اللي المفروض يكون للفرحة والرحمة. إلا كان شي موضوع باقي حارقك، اختار ليه وقته، هضر مع الشخص بوحده بهدوء،
وبنية الإصلاح، ماشي بنية تربحوا قدام الناس. حيت فتح المشاكل وسط الجلسة غير كنضحك معاك، هادي من أخطر الجمل اللي كتخلي الكلام يدوز بلا حساب. تقول كلمة قاصحة، تعلق على شكل واحد، تفتح موضوع كيحشموا منه، تقارن، تحرج، ومن بعد تقول غير كنضحك معاك. ولكن الضحك ماشي عذر لكل شيء. إلا كان الضحك كينقص من قيمة الشخص ماشي ضحك. إلا كان كيحرجو قدام الناس ماشي ضحك. إلا كان كيمس حاجة هو حساس منها ماشي ضحك. الضحك الحقيقي كيخلي الناس تضحك معاك، ماشي يضحكوا على واحد وهو ساكت باش ما يبانش حساس. قبل ما تقول شي كلمة سول راسك، واش إلا تقالت لي قدام الناس غادي نرتاح؟ واش هاد الشخص فعلا غادي يضحك ولا غير غادي يدوزها باش ما يكبرش الموضوع؟ وسط العائلة الكلمة كتفرق بزاف. تقدر تقرب وتقدر تبعد، تقدر تخلي الجلسة خفيفة وتقدر تخلي واحد يرجع لدارو وهو داير كلمة واحدة في بالو. ماشي المطلوب نحبسوا الضحك، المطلوب غير نضحكوا بلا ما نكسروا شي واحد، حيت احسن لما هي اللي يخرج منها الناس خفاف، ماشي حاملين كلام تمناو لو ما سمعوش.